في حاجات كتير أوي لو كنت عرفتها قبل ما آجي أدرس في أوروبا صدّقني كانت فرقت معايا كتير أوي. يمكن دي تكون أول مرّة تسمع عني، أنا كنت طالب عِشت تجربة الدراسة في بولندا بكل تفاصيلها، ودلوقتي جيت عشان خاطر أنقل لك التجربة ديّة بكل تفاصيلها عشان أضمن لك تجربة ناجحة وآمنة أفضل من تجربتي. أنا أحمد بركات، طالب دارس ماجستير في بولندا. النهارده أنا موجود معاكم للدراسة في بولندا، بس المرّة دي مع كيان خطوة. خطوة كيان نجح في تركيا وساعد عدد كبير جدًا من الطلاب للدراسة في تركيا، والنهارده خطوة موجود في بولندا. نفس النجاح اللي إحنا حققناه في تركيا النهارده هنحققه في بولندا، ودايمًا بنشتغل بسيستم واحد، هو إن أنت مش لوحدك وإحنا معاك في كل خطوة أنت ماشي عليها. خطوة يا شباب شركة مسجلة قانونيًا عشان تبقى متطمن وفرعها موجود في مصر. كل شغلنا في خطوة بيكون بعقود عشان يبقى حقك محفوظ وكل الأمور واضحة. وأما في بولندا فده دوري أنا إني أكون معاك هنا في بولندا من أول التقديم وأضمن لك قبول سلس، وأكون معاك في ملف السفارة، ومن أول استقبالك هنا للمطار وأوصّلك للسكن، ونتابع معاك كافة الإجراءات. كمان هاساعدك إنك تلاقي شغل ليك كطالب من أول ما تيجي هنا في بولندا ويناسب وقتك. في خطوة كل خطوة هتبقى محسوبة ومدروسة خطوة خطوة عشان نضمن لك كل حاجة آمنة وكل حاجة مضبوطة بالملي، فبالتالي مش هتحس إن أنت لوحدك، كل حاجة تبقى بالنسبة لك سهلة. وده دوري إني أساعدك زي ما ساعدت طلاب كتير أوي تيجي تدرس هنا وتكمل حياتها في بولندا. فلو أنت عايز تدرس في بولندا أو لسه بتفكر فاعمل فولو الخطوة، تابعنا عشان تشوف الصورة واضحة عن الدراسة في بولندا. سلام.